رأي الجمهور يا باشمهندس، الجوكر حديث الصباح والمساء. هو عايز يعرف مين الجوكر. أحمد فتحي. الفضول بقى. صحيح. أحمد فتحي نجم النادي الأهلي ومدافع أيمن منتخب مصر الوطني وأفضل لاعب في مصر الموسم الماضي. مطلوب لأندية كثيرة، معظم الصحف تتحدث عن عروض إنجليزية، معرفش دايما إنجليزية بتنهال على أحمد فتحي. الأهلي عايز يسيب أحمد فتحي، أحمد فتحي عايز يقعد. أخبار كتيرة جدا متناثرة في الصحف اليومين الماضيين خلت فعلا أحمد فتحي يا باشمهندس هو حديث الصباح والمساء، وهو حديث كل فترة انتقال حقيقة. يعني هو الكابتن نادر شوقي متولي ملفه يعني بقاله شوية، بس قبليها كان في شركة فيها حد تونسي على ما أعتقد، هي برضه مهتمية جدا، بيجيبوا له عروض، لكن فجأة تتوقف عند نقطة مفاوضات، لأن بيحدث يا إما العرض ما يكونش يتناسب مع طموحات اللاعب أو النادي، أو في لحظة يتمسك فيها الجهاز الفني واللاعب رضوخا لرغبة الجهاز الفني ورغبته أيضا. يعني هو كابتن أحمد فتحي تشعر يعني رجل هنا ورجل هنا، هو مرتاح في النادي الاهلي ومبسوط في النادي الاهلي، مش عايز يمشي من النادي الاهلي، ولكن يداعبه حلم الاحتراف، خصوصا انه راح انجلترا وما كملش في شيفيلد. بتفكرني انت بقى لما راح انجلترا ولما راح شيفيلد الانجليزي. مهندس عادل القيعي دايما وابدا في فتره الانتقالات لما تسال عليه ويقول لي ان هو في سيدي عبد الرحمن في المصيف في الساحل الشمالي، اشعر انه في حاجه. في هذه المره التليفون رن، كان نغمه التليفون تنبئ الى انه في وضع الخاصيه الدوليه. انت في سيدي عبد الرحمن؟ في الاول قال لي بس حسيت انها مش قوي، واذا به انه في لندن. وبعد يوم بالظبط يا باشمهندس اعلنت عن مفاجاه احمد فتحي في الوقت اللي كان قبلها بيوم بيتكلم في معظم الفضائيات المصريه على انه لم يكلف بشيء بعد وانه ما فيش حاجه. في نفس التوقيت لا انا ما قلتش لم يكلف، لا انا قلت لم يحسن شيء. انا لا اصرح بما لم يتم. ايوه، ما قلتش لم يكلف، انا قلت بما أنا لم لا يتم. اصرح بما لم يتم. الوقت اللي كان بالنسبه لاحمد فتحي ايه؟ كان اللي تم بالنسبه لاحمد فتحي الاستاذ ممدوح عباس، وكان رئيسا لنادي الزمالك وقتها، حجز مكان في قائمه الزمالك في اتحاد الكره لقيد احمد فتحي، بما كان ينبئ صراحه الى ان احمد فتحي لعب للزمالك خلاص. وفجاه مهندس عادل القيعي في شيفيلد، وتاني يوم احمد فتحي في الاهلي. ايه اللي حصل؟ هو كان الموقف عجيب شويه، لان انا من حواراتي معاه كان بيؤكد لي انا مش هلعب غير للنادي الاهلي، لكن على واقع الاجراءات اللي كانت بتحدث قدامي كانت بتلخبطني. فقلت له اسمع يا احمد، لو يا كابتن احمد انت حسمت امرك ولا ما حسمتش امرك؟ قال لي حسمت امري. طب هتلعب فين؟ قال لي في النادي الاهلي. قلت له احنا لازم نقطع هذا الموضوع، لان سايبينه كده الباب موارب هيعمل مشاكل كتير، وفي اعتقاد ان في يعني ناس بتخش على ناس. فاذا كان انت حسمت امرك مش هستنى ليناير، احنا نيجي نخلص دلوقتي. قال لي طب ولو خلصنا من دلوقتي هعمل ايه؟ فاضل شهرين او 3 على يناير. قلت له نشوف لك اعاره لاي نادي تلعب فيه، بس تبقى خارج من عندنا بقى. انما يبقى الباب ده اتقفل، لان ما ينفعش ان نقعد نتكلم 3 اشهر في موضوع مصر كلها هيعمل مشكله في الاخر. مصر كلها كل يوم هنبقى بنصرح في هذا الموضوع من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك، وانت اللي بتقوله ده مش واضح على ارض الواقع هنا. فانا عايز كلام، لان لو قلت لي انا قررت النادي الاهلي هتلاقيني بكره عندك. فالمكالمه دي كانت وانا في لجنه الكوره. فقال لي لا انا مستنيك كده. انا قال لي ده موضوع بالنسبه لي محسوم وانا مستنيك. فكلمت، كان وقتها الكابتن سمير السيد هو الوكيل احمد فتحي، يعني هو المسؤول عن انتقالاته. فاتكلمت معاه، جهزوا لي بقى ان في حد يستناني. رغم ان انا رحت يوم جمعه وتاني يوم كان يوم سبت اجازه وحد اجازه، الا ان يعني انا وصلت لقيت سمير مستنيني وكابتن احمد معاه، وسافرنا من يعني من مانشستر لحد شيفيلد حوالي 100 كيلو، ورحنا في بعد الساعه 12 بيت الكابتن احمد. ومحدش عارف انت فين؟
لا، ما هو ما حدش لحق يعرف كمان، لان هو كان القرار قبلها بيوم. فانا كان عندي التاشيره اللي هي الشنجن دي اللي بتخش اوروبا كلها. فرحت من الساعه 12 ل 6 صباحا، كنا خلصنا اتفاقاتنا ومضينا العقود، وعشانا هو يوميها صينيه بطاطس حلوه كده، كان عريس جديد وبعدين كان لازم اخد بقيه الاوراق بتاعتي، اوراق مهمه جدا. طلع ان مدير النادي موجود في اجازه في سويسرا، فكلمناه فقال لي انا هفتح لك النادي وهتلاقي موظف مستنيك، تروح اكتبوا الجوابات اللي انت محتاجها علشان ننهي هذا الامر. رحت شفت الملف بقى بتاعه كله، مين وكيله، مين، عشان ما يبقاش فيه مشاكل، مش عارف ايه. والمهم يعني من الاخر كده رجعت انا يعني قد انهيت الامر، وجه بعديه بفتره وجيزه الكابتن احمد، و اعرناه لنادي كازما الكويتي. لعب شهرين او 3 عشان ما يبقاش بعيد عن الملعب لحد ما جالنا في الانتقالات الشتويه. ولما جه جدد للنادي الاهلي، ودلوقتي ما بين الرغبات الاعلاميه اللي بتتقال حوالين بقاء احمد فتحي او رحيله، وكاله انباء الشرق الاوسط بتقول النادي الاهلي يرفض عرضا رسميا من نادي كوينز بارك الانجليزي لشراء احمد فتحي. هو بقى في الحاجات دي بتبقى جزء من الاجتهادات، او ما اعرفش مين اللي بيرمي الاخبار دي. انا طبعا الفتره اللي فاتت لا، كان في عرض في بدايه الموسم، وما كملش، لانه ما كان يعني اعتقد ان الكابتن احمد كان له شروط برضو لم تشبع نهمه. وبعدين هو بيبقى زي ما بقول لك ايه، مش بيتلكك، مستني يعني، ما جالوش حاجه مغريه قوي النادي الاهلي انسب له، مش قافل الباب. هو طبعا لم يشبع نهمه الاحترافي. يعني واحد زي الكابتن احمد فتحي الحقيقه يعني من اهم لعيبه مصر، جوكر زي ما صحيح العنوان بيقول بتاع الفقره، وفي نفس الوقت لاعب جد جدا. يعني هو ينجح في الاحتراف. وكان في البدايه مرحب بيه جدا في شيفيلد. اتغير المدرب، اتغيرت الامور معاه. صحيح. فالنهارده هو لو جاله حاجه كويسه تشبع هذا النهم الفني والمادي، احنا مفهمينه ان احنا موافقين، لان طبعا دي خطوه مهمه للاعب اخلص لك بلا حدود. طيب وهو افضل لاعب في مصر، يستحق تجربه حقيقيه في الاحتراف. اذا ما جاتش على المستوى اللي يليق بيه بالنادي الاهلي، فهو باقي في النادي الاهلي، والاهلي محتاجه بالتاكيد يعني. لكن يورو سبورت بتقول انه جوزيه بيرفض احتراف فتحي بالثلث. كل بقى الاخبار اللي بتتواتر بقى، جوزيه هيرفض شيء ما اتعرضش عليه لسه، لم يتم مناقشه شيء، ما جالناش ورق رسمي. يعني وهو جوزيه قبل كده قال انا موافق من حيث المبدا اذا جات له حاجه كويسه، والراجل ما بيقولش، وده عملها مع الكابتن احمد شكري السنه اللي فاتت. هو ما بيرفضش، لكن طبعا بيبقى في شغل علينا احنا، نجيب البديل ونجيب ما نسيبش فراغ ورا اي لاعب هيحترف يعني. فطبعا ده خبر فيه تكهن اكتر منه حقيقه يعني. طيب لكن موقع جود واليورو نيوز سبورت انت عارف يعني تملي معانا ماشي، الله ينور يعني. موقع جود نيوز الاهلي يتمسك بفتحي ويرفض احترافه نهائيا. يعني في نفس السياق هنرفض شيء لم يتم عرضه اصلا، ما جالوش عروض لسه. الجمهوريه بتقول ان الاهلي بيؤكد انه الاحتراف الخارجي مرفوض يا فتحي. كله ماشي في نفس المعنى. يعني هو طبعا هم مستشعرين ان النادي الاهلي محتاجه مستر مانو جوزيه في الفتره دي كمان. خلي بالك هو ما فيش زهراء يعني، حتى حسين غنيم كان واعد جدا السنه اللي فاتت، وراح لعب في السعوديه بمظهر رائع جدا، الا انه اصيب اصابه بالغه، حتى الان لم يسترد نفس المستوى الذي ظهر عليه عندما تم تصعيده للفريق الاول. كابتن مانجا بيتغير مكانه عشان يسد هذا الفراغ، بس برضه ما نقدرش نقول انه ظهير ايمن صريح. فطبعا احتياج الفريق الى احمد فتحي بيميل الى ان الناس تكتب ان جوزيه متمسك بيه والاهلي يرفض. وده اللي قالته الوفد، ان احمد فتحي بيقول مش همشي من الاهلي، وبتقول ان احمد فتحي ظهير ايمن النادي الاهلي ومنتخب مصر اكد انه لا يمتلك اي عروض احترافيه خارجيه خلال الفتره الحاليه، نافيا ما تردد مؤخرا عن اقتراب رحيله عن القلعه الحمراء خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه. وبتقول الوفد ان احمد فتحي قال في تصريحات تلفزيونيه
عقدي مع الأهلي مستمر لمدة 3 مواسم قادمة، لذلك أركز مع فريقي حاليا من أجل إسعاد جماهيرنا أعتقد الكبيرة. ده بيؤكد كل كلمة قلناها، مفيش عروض، ومن ثم التعليق على هذه العروض يبقى بينفي بالظبط. التعليقات، يعني انها داخله في تكهن، ان جاله عرض والاهلي بيرفض وفتحي بيتمسك، وكل ده كابتن احمد فتحي لخصه بالسطرين اللي احنا قلناهم، وهو يؤكد على ان فعلا لم ياتي شيء حتى يمكن ان ننسج حوله مزيد من الاخبار. عموما فريق الإعداد قدم تقرير أو أعد تقرير عن أحمد فتحي، هذا الجوكر المهم مع النادي الأهلي، وأيضا أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي، والمؤهل لاحتلال نفس المكانة إن شاء الله في الموسم الحالي. نشوف أحمد فتحي في هذا التقرير. أحمد فتحي لاعب من طراز خاص، معه تشعر بكثير من الارتياح كلما كان ضمن تشكيلة الفريق. فتحي من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة، وهذه عملة نادرة من اللاعبين على البساط الأخضر، فليس من السهل أن تجد لاعبا يجيد اللعب في معظم المراكز بأرض الملعب، فوجود لاعبين مثل فتحي في أي فريق يسهل من مهمة أي مدير فني، لأنه لا يجد صعوبة في استخدامه في أي مكان، فهو يجيد في الجانب الأيمن وفي الدفاع كمساك وفي الوسط، أي أنه لاعب يساوي لاعبين أو 3 أحيانا. ويتميز فتحي بالدفاع الصلب والمراوغة الرائعة والرفعات الدقيقة جدا، وغير ذلك فهو يمتلك بفضل الله قدم تسدد على المرمى بقوة كبيرة وبدقة عالية، ورغم دوره الدفاعي إلا أنه يسجل أهدافا مؤثرة، سواء من خلال الركلات الحرة أو من خلال اللعب السريع والمباشر. ولا أحد ينسى هدفه النادر في مرمى فريق طلائع الجيش موسم 2008-2009 عندما كاد الدوري يضيع من الأهلي، وفي اللحظات الحاسمة تقدم من اليمين وراوغ وأطلق صاروخا حفظ للأهلي درعه المفضل بعدما أوصله لمباراة فاصلة مع الإسماعيلي، وفاز فيها الأهلي بهدف لفلافيو. وفي الشهر الماضي احتفل فتحي بعيد ميلاده 27، فهو من مواليد 10 من نوفمبر عام 1984. بدأ مشواره في بنها وانتقل للإسماعيلي ثم لشيفيلد يونايتد الإنجليزي وكظم الكويتية وأخيرا الأهلي منذ عام 2007، وحقق معه إنجازات ضخمة محلية وقارية. فتحي تطارده في الأيام الأخيرة أخبار الرحيل، لكنه يصر على التمسك بالأهلي. أيها الجوكر، تحية لك من كل عشاق الأهلي. بعد كل هذا الكلام الذي يستحقه الجوكر أحمد